السلام عليكم. أنا بسجل في حتة من أهم وأحلى النقط في مصر، وهي كنيسة سانت تريز. عنوانها بالظبط 163 شارع شوق. أنت كده جنب شرطة الساحل، لو طالع من محطة سانت تريز بتحوت شمال. أنا دخت شوية لما جيت قعدوا يودوني يمين وشمال. المهم الكنيسة دي من أهم الكنائس في مصر عند المسلمين والمسيحيين، وندخل نشوف الكنيسة إن شاء الله. دي الكنيسة الوحيدة يمكن اللي الناس بيجمعوا عليها، سواء مسلمين سواء مسيحيين، إن هم يزوروها ويولعوا شمع فيها لسانت تريز. في مكتبة لسانت تريز هنا، أنا مش متأكد إيه بالظبط اللي هناك ده المكتب ده. المهم الكنيسة شكلها حلو جدا. سانت تريز على حسب ما أنا عارف إنها كانت قديسة فرنسية أو راهبة فرنسية، ماتت وهي عندها 24 سنة. أنا مش متأكد بالظبط إيه علاقتها بمصر، بس المصريين بيحبوها. وده كان الذكرى دلوقتي، الذكرى 150 لميلاد القديسة تريز. نقدر نشوف طبعا مجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يمكن ده سبب إن في محل تصنيع مسرة، ممكن نقدر نشوف إن ده الذكرى مكتوب أهو، الذكرى 150 لميلاد القديسة تريز. هنا تدلال على قدير. تفضل صاحب النيافة المطران أمان هوبير في رسول هيليوبلس بمسقس هذا المعبد الرسول المؤسس في سنة 31 إله القديسة تريزا لسوات فول بتاريخ 19 ميسا نوسا. الناحية التانية طبعا في واحدة ست كبيرة عمالة تقول لي ممنوع التصوير، رغم في الكنيسة قالوا لي صور. سكت لي ست، مش حظ وحش في ست يعني صعبة شوية عمالة تقول لي ممنوع التصوير، مع ان مفيش حاجة اسمها ممنوع التصوير في الكنائس والجوامع في مصر او في اي حتة في العالم يعني. المهم عايز اخدكم آية. منظر الكنيسة حلو جدا. الكنيسة دي معروفة ان كان بيجيها ناس كتير زي عبد الحليم حافظ وغيرهم، وده اعتقد ان هو نصب او مرقد لسانت تريز. ايه اللي تحت ده يا شباب؟ ايه اللي تحت؟ سانت تريز؟ لا لا التمثال بس ولا كده؟ تمثال ورفات. الرفات بتاعي تحت. وده المغاره مش كده؟ في المغاره الاخ هنا. اتشرفتش باسم حضرتك. الملائكه خالد مخلف. خلف، اهلا يا خلف. انا محسن. اهلا وسهلا. نور لك المغاره؟ نعم؟ نور لك المغاره. لا حلوه كده، الضوء حلو كده. النور هيبقى ماشي كده زي ما احنا شايفين. بس الاخ خلف بيشرح لي على المغاره، وهنا تحت النصب مسموح بالنزول يعني؟ مسموح بالنزول. ماشي شكرا. زي ما شايفين في لوحات الشكر لها. يعني الحين حاطط صاحب النجاب ولك كثير معجزات. دول شايفين كل قد ايه الناس يعني. احنا شفنا في مالي جرجس نفس الحكايه دي، بس هنا برضه سانت تريز. هي سانت تريز تبع انهي كنيسه؟ مش كنيسه ارثوذكسيه، مش ارثوذكسيه، لا كاثوليك. كاثوليك مش كده؟ تبع الكنيسه الكاثوليكيه. بص هنا حليم حافظ. عبد الحليم حافظ عامل شكر لروح القديسه القديسه تريزا مع شكر عميق. عبد الحليم حافظ 57. ومين؟ ونجاة حسني. دي اخته سعاد حسني نجاة المغنيه. ويوسف بطرس غالي. يوسف بطرس غالي اهو يوسف بطرس غالي 2011. ونجاة كانت سنة 2071 كده هتكعبل. دلوقتي هنشوف النصب اللي يجي عليه بتاع ده الأخ خلف اللي بيشرح لي مشكورا. وادي الرفات بتاعتها هنا برضه مش كده؟ تحت هنا. الرفات تحتها هنا. كل ده معجزات وتعليم طلبات ونجاح وحاجات. طبعا لو طالعين من تحت المنظر خرافي، المنظر الرائع بتاع السقف.
هتفكرك بالنقوشات في الفاتيكان. منظر كده من هنا. يا فندم هنا طبعا انتوا سامعين معايا الشرح. ده قلب يسوع. ده ايه؟ قلب يسوع. قلب يسوع هنا. وهنا قديس يوسف. دي ايه؟ قديس يوسف. قديس يوسف ده النصب اللي هو برضه بيسموه نصب ولا بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ نصب ولا ايه؟ ده بيسموه ايه؟ هيكل. هيكل صح. هيكل. هيكل القديس يوسف. انا حقيقي المنظر رائع. هنا الاعترافات. هنا الاعترافات بقى كل يوم ولا في ايام معينه؟ لا، في ايام الصبر. ايام الصلاه يعني يوم الاحد مثلا يوم هنا قديسة تريزا الإيبانية. في ايه؟ قديسة تريزا الإيبانية. دي غير سان تريز. غير سانتريز. دي من اسبانيا. قديسه تريزا الإيبارية. قديس مرمرقس. قديس ماري مرقس اللي من مصر. اه قديس ماري مرقس هيكل له برضه. دي ايقونات. لو انت يا فندم؟ ايقونات. ايقونات اللي فوق دول هصورها كلها وبعدين هاخد صور بعد كده برضه. هنا برضه. هنا يا فندم هنا في قديس ايليا النبي ويوحنا قديس إيه؟ الصليب. قديس ايليا النبي. اللي هي النبي هناك. ماشي. ويوحنا الصليب. واللي بعده القديس يوحنا الصليب هيكل. انا بعد التصوير انا عامل التصوير اللي فوق عشان انا حاجه حاضر عايز من فضل. بس الايه دي من القران. لا، دي القران. مقدمينها ناس مسلمين لسان تريزا. يا فندم مقدمينها ناس مسلمين. دي متقدمه للمسلمين مش كده؟ لسان تريزا. ما انا بقول لك دي ايه من القران. عشان كده انا مش عايز البخ لها. هنا الناس بتولع الشمع. الشمع بيتولع هنا لسان تريز. ده مكان الشمع. ده اعتقد صندوق للنذور التبرعات بالشمع. بص المنظر ده في مصر في شبرا مش في حته تانية للاسف. انا متاكد في ناس كتير ما يعرفوش سان تريز لان انا للاسف في الشارع هنا وانا بسال معظم الناس في الشارع ما يعرفوش حتى الكنيسه فين. طبعا بحاول اصور ساعات بعيد عشان هو في الموظفين هنا بينظفوا كده مش عايز بس ان انا اطلعهم في الفيديو عشان لو فيها احراج او حاجه فبحاول ان انا اصور عالي ولما اكون ماشي لكن ده كده الهيكل مرة تانية والرفات. يا رب يكون الفيديو ده يعجبكم. هذا من فضل ربي حلوة جدا وهي مع الكنيسة برضو. في هنا سلالم مش متأكد السلالم دي ايه. السلالم دي بتاعت ايه يا عم خالد؟ السلالم دي ايه؟ السلالم دي كان بيقف على المطران يعمل العزة بتاعته ويوقف يعمل العزة بتاعته. بس بيبقى واقف باصص هنا كده ولا باصص كده؟ ايه؟ بيبقى واقف وشه كده ولا وشه كده؟ بيبقى وشه كده للناحية دي كده مطرح هو واقف كده. ماشي. السلالم هو عامله زي المنبر بيقف عليها المطران زي ما الاخ خلف قال لي بيقف هنا كده يبقى ورا الورد ده الاحمر ويعمل العزة بتاعته. هنا كده الملايكة دي. يا فندم؟ دي الملايكة دي. الملايكة هنا الصور بتاعتها 4 واحد هنا كمان. ادي واحد وفي واحد هنا كمان. والناحية الثانية كده برضه في هناك برضه هناك اللي هناك دول. ايوه هنا دول الملائكة برضه بس ما اعرفش كاتبين كتاب ولا ايه. ماشي شكلهم ماسكين الكتاب المقدس.
كنيسة سانت تريز دايما من التحف، وللأسف إن ناس كتير ممكن ما يكونوا في مصر أو على الأقل مش في القاهرة ما يعرفوش سانت تريز، وما يعرفوش قيمتها، وما يعرفوش يعني حلاوتها. أرجو إن يكون شريط، أنا شايف السماعات فوق هنا، إن يكون فيديو سانت تريز عجبكم، وإلى فيديوهات تانية إن شاء الله. سلام عليكم.